السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. ماذا قال محمد عبد المنعم عن الأهلي في مؤتمر تقديمه بنيس الفرنسي؟ طبعا كشف محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس الفرنسي على حجم جماهير الأهلي منذ انتقاله إلى ناديها الجديد ودعمه له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال عبد المنعم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: كنت ألعب في نادي كبير في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام، كل الجماهير كانت تحبني. وأضاف: أنا من أبناء الأهلي، بدأت مع الفريق منذ الصغر ونجحت في الحصول على كثير من البطولات رفقة الفريق. وتابع: ليس بالغريب استمرار دعم جماهير الأهلي لي، وإن شاء الله يكون هناك جمهور كبير لنادي نيس في مصر. وواصل: كنت ألعب في مركز المهاجم عندما كنت بعمر 9 سنوات. مختتما تصريحاته: غيرت مركز من المهاجم إلى قلب الدفاع بعد ذلك، لكن المهارات التي اكتسبتها في مركز المهاجم فادتني في ذلك. وأيضا قال عبد المنعم: ويذكر أن محمد عبد المنعم انضم إلى نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من النادي الأهلي. بصراحة عبد المنعم أصيل وتمر فيه العيش والملح، إنه بيجيب سيرة النادي الأهلي كده وصورة مشرفة للنادي الأهلي طبعا في أوروبا. بالتوفيق ليه يا رب إن شاء الله. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.